افضل كودينج ايجنت في العالم بقى افضل كلود كود ما عادش مجرد اداه سي ال اي بسيطه. النهارده نقدر نقول رسميا بقى كودينج ايجنت متكامل مبني على سونيت 4.5. طوروا الفي اس كود الاكستنشن الرسميه بواجهه انظف وتجربه كتابه كود احسن بكتير من قبل كده، واخيرا ضافوا التشيك بوينتس. دلوقتي كلود كود بيحفظ تلقائيا نسخه من الكود قبل اي تعديل، وتقدر ترجع ليها في ثواني من غير ما تضيع شغلك. الموديل الجديد سونيت 4.5 اقوى بكتير في اداره المهام الطويله والمعقده. انثروبيك قالت انه يقدر يتعامل مع عمليات بحث بتستمر لساعات زي الريفاكتورز الضخمه او تشغيل مشاريع فيها سيرفيسز كتيره. الجميل انه بيحافظ على الكونتكست وبيتعامل مع المشروع كانه سينيور ديفلوبر فاهم كل تفاصيله، وده بصراحه مرعب. انا جربته فعليا يصلح فولنربيلتيز في اكتر من 20 سيرفيس ويعمل لهم ريليس على البرودكشن، وعمل كده من غير ما يغلط في سطر، وانا كنت قاعد بتفرج عليه. منه لله اللي اخترع المايكرو سيرفيسز. اللي خلى كلود كود فعلا ايجنت مش مجرد تول هم الثلاثه دول: السب ايجنتس، الهوكس، الباك جراوند تاسكس. يعني كلود كود بقى بيشتغل كانه فريق متكامل. الحته الوحيده اللي لسه ناقصاه هي الاوتو كومبليشنز زي اللي في كيرسر يعني، بس الحل بسيط: استخدم النسخه المجانيه من ويند سيرف والدنيا هتمشي. حسب تقرير ستاك اوفر فلو ديفلوبر سيرفي لعام 2025، اكتر من 50% من المبرمجين بيستخدموا ادوات الاي اي يوميا، وحوالي 84% بيقولوا ان هم هيستخدموها او ناويين يستخدموها السنه دي. يعني لو لسه مش بتستخدم ادوات زي كلود كود او كيرسر، انت فعلا حرفيا بتجري في سباق الناس راكبه فيه تسلا.